السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في خبر اليوم، حيث قام اليوم الأربعاء رئيس الأركان الجيش الوطني الشعبي الفريق الأول سعيد شنقريحة بزيارة عمل وتفقد إلى الناحية العسكرية الثانية. وتنقل الفريق الأول سعيد شنقريحة إلى قاعدة البحرية الرئيسية بمرسى الكبير، واستمتع إلى عرض شامل حول حال تقدم المشاريع التطويرية المبرمجة، وكذا سير نشاطات التحضير القتالي للمستخدمين والوحدات اللاسمة خلال الفترة الصيفية. حيث أعرب الفريق الأول شعيب شنقريحة عن تقديره الكبير للجهود المبذولة من قبل المستخدمين كافة، وحدات الناحية العسكرية الثانية عموما، ووحدات القوات البحرية على وجه الخصوص، في مجال أداء المهام النبيلة الموكلة إليهم. وأشاد الفريق الأول سعيد شنقريحة بمستوى الجاهزية العملياتية للأفراد، وتحكمهم الجيد في التجهيزات والوسائل عالية التكنولوجيا الموضوعة في الخدمة. وأضاف ذات البيان أن الفريق الأول سعيد شنقريحة أسدى توجيهات وتعليمات تتعلق على وجه الخصوص بضرورة مضاعفة الجهود المخلصة والمتفانية خدمة للجيش الوطني الشعبي. وشكرا لحسن الإصغاء والمتابعة.